مساء الخير طلاب، كيفكن؟ شو أخباركن؟ درسنا اليوم هو شرح وإعراب قصيدة ملحمة ميسلون لطلاب الصف التاسع منهاج الجمهورية العربية السوري الشاعر خير الدين الزركلي. بداية طلاب بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصل لأكبر عدد من الطلاب الفيديو. آسفة إنه إلي زمان ما نشرت لكم شي، بس كان بسبب وضع صحي، سامحوني. من اليوم ورايح بإذن الله أنا معكم. ملحمة ميسلون. شرح المفردات بداية: الحدثان مصائب الدهر ونوائبه، يغيب في الأرض، حنق اشتد غيظه، استشاط اشتد غضبه والتهب. الفكرة العامة للنص هي تصوير مواجهة دمشق للعدوان، العاطفة وطنية. الفكرة الرئيسية للمقطع الأول: كثرة المصائب على الأمة. الفكرة الرئيسية للمقطع الثاني: تمجيد بطولات أبناء الأمة. الفكرة الرئيسية للمقطع الثالث: فضح زيف ادعاءات المستعمرين. أما الفكرة الرئيسية للمقطع الرابع: تأكيد الانتماء والتعلق بالوطن رغم البعد عنه. البيت الأول بداية: الله للحدثان كيف تكيد، برد يغيض وقاسيون يميد. الشعور هو شعور ألم وحزن. عنا الحدثان نوعه لفظ. أيضا نستطيع أن نأخذ برد يغيض وقاسيون يميد نوعه تركيب، والشعور أيضا شعور حزن وألم. الشرح: ما أعظم هذه المصائب التي ندعو الله أن يخففها عنا، فهذا برد قد جفت مياهه، وذاك قاسيون يضطرب لهول تلك المصائب. الإعراب: الله لفظ الجلالة، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. للحدثان اللام حرف جر، الحدثان اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. كيف اسم استفهام مبني على الفتحة في محل نصب حال. تأكيد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. برد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الألف للتعذر. يغيض فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. جملة يغيض جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ برد. وقاسيون الواو حرف عطف، قاسيون مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. أيضا يميد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. جملة يميد جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ قاسيون. جملة برد يغيض ابتداء لا محل لها من الإعراب. جملة قاسيون يميد معطوفة على جملة برد يغيض لا محل لها من الإعراب. أيضا فكرة البيت الأول: أثر وقع المصيبة العظيمة. الآن البيت الثاني: تفد الخطوب على الشعوب مغيرة، لا الزجر يدفعها ولا التنديد. الشعور حزن وألم. لدينا أيضا لفظة الخطوب، نوعه لفظ. التنديد الزجر أيضا نوعه لفظ. الشرح: تتكاثر المصائب على البلاد سريعة متتالية، فلا يردها النهي ولا الكلام الكثير. الإعراب: تفد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. الخطوب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. على الشعوب جار ومجرور. مغيرة حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. لا الزجر لا نافية لا عمل لها. الزجر مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. يدفعها فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. جملة يدفعها جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الزجر. ولا الواو حرف عطف لا نافية لا عمل لها. التنديد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فكرة البيت الثاني: شدة المصائب وصعوبة ردها. لدينا البيت الثالث: غلت المراجل فاستشاطت أمة عربية غضبا وثار رقود. الشعور هنا اعتزاز وغضب. أولا شعور اعتزاز: غلت المراجل نوعه تركيب. غلت المراجل فاستشاطت أمة عربية نوعه تركيب، هذا شعور اعتزاز. أما الشعور الغضب غضبا نوعه لفظ. شعور الغضب غضبا نوعه لفظ. الشرح: ثارت حماسة الأمة العربية وجشت مشاعر الغضب في صدرها، وانتفضت الأمة من سباتها. الإعراب: غلت فعل ماضي مبني على
الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة التقاء الساكنين، والتاء تاء التأنيث ساكن لا محل لها من الإعراب. المراجل فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فاستشاطت الفاء حرف عطف، استشاطت فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، وتاء تاء التأنيث ساكن لا محل لها من الإعراب. أمة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. عربية صفة مرفوعة علامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. غضبا هنا مفعول لأجله أو تمييز منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. وثار الواو حرف عطف، ثار فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. رقود فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فكرة البيت غضب الأمة العربية على المستعمر. البيت الرابع: زحفت تزود عن الديار وما لها من قوة فعجبت كيف تزود. شعور إعجاب واعتزاز. زحفت تزود عن الديار أي تدافع، نوعه تركيب. الشرح: راحت تدافع عن البلاد وليس لديها ما تحتاج إليه من سلاح والعتاد، فكان ذلك مثار للعجب. الإعراب: زحفت فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والتاء تاء التأنيث ساكن لا محل لها من الإعراب. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. تزود فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. عن الديار جار ومجرور. وما لها الواو حالية، ما نافية لا عمل لها، لها اللام حرف جر، لها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. من قوة، من حرف جر، قوة اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. جملة تزود جملة فعلي في محل نصب حال. جملة وما لها من قوة أيضا حالي محلها نصب أو جملة في محل نصب حال. فعجبت الفاء حرف عطف، عجبت فعل ماضي مبني على السكون اتصال بتاء الفاعل متحرك، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. كيف اسم استفهام مبني على الفتحة في محل نصب حال. تزود فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. فكرة البيت الرابع: دفاع أبناء الوطن عن الوطن مع فقدان السلاح. البيت الخامس: ولقد شهدت جموعها والثابة لو كان يدفع بالصدور حديد. الشعور اعتزاز وإعجاب. شهدت جموعها والثابة نوعه تركيب. الشرح: كنت ترى وتشاهد جموع الأبطال تتحدى الغزاة مستبسلة، لكن الصدور العارية لا تواجه قوة النار والحديد. الإعراب: لقد لام مواقعة في جواب قسم مقدر. قد حرف تحقيق. شهدت فعل ماضي مبني على السكون اتصال بتاء الفاعل متحرك، والتاء تاء الفاعل متحرك ضمير متصل في محل رفع فاعل. جموعها مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، والها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. والثابتا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. لو حرف شرط غير جازم. كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. يدفع فعل مضارع مبني المجهول مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. بالصدور الباء حرف جر، صدوري اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. حديد نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. جملة لقد شهدت جملة جواب قسم مقدر محذوف لا محل من الإعراب. فكرة البيت: مواجهة العدوان بالصدور العارية أو استبسال الأبطال وقوة عزيمتهم. البيت السادس: جهروا بتحرير الشعوب وأثقلت متن الشعوب سلاسل وقيود. مشاعر احتقار وكره. أثقلت متن الشعوب سلاسل وقيود نوعه تركيب، أو سلاسل وقيود نوعه لفظ. الشرح: أكثر المستعمر ادعاء تحرير الشعوب لكنه سيطر عليها وقيدها بالسلاسل والأغلال. الإعراب: جهروا فعل ماضي مبني على الضم اتصال بواو الجماعة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. بتحرير الباء حرف جر، تحرير اسم مجرور وعلامة جر كسرة الظاهرة على آخره. الشعوب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وأثقلت الواو حرف عطف، أثقلت فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والتاء التانيث ساكن لا محل من الإعراب. متنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. الشعوب مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة الظاهرة على آخره. سلاسل فاعل. من أثقلت سلاسل فاعل مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وقيود الواو حرف عطف، قيود اسم معطوف مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فكرة البيت الثالث: وعود المستعمر أكاذيب وعهوده قيود. البيت السابع: خدعوك يا أم الحضارة فارتمت تجني عليك من الشأخ فيالق وجنود. شعور استياء وحزن. خدعوك نوعه تركيب، وارتمت تجني عليك فيالق وجنود نوعه تركيب أيضا. الشرح:
وعدوك وعودا زائفة يا دمشق، وحشدوا الجيوش الجرارة لتفتك بك وتحتلك. الإعراب خدعوك فعل ماضي مبني على الضمة الاتصال بواو الجماعة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. يا أداة نداء. أمة منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الحضارة مضاف إليه مجرور علامة جر الكسر الظاهرة على آخره. فارتمت الفاء حرف عطف. ارتمت فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة للتعذر على الألف المحذوفة لالتقاء ساكن، والتاء التانيث ساكن لا محل لها من الإعراب. تجني فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء للثقل. عليك على حرف جر. الكاف ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. فيالق من تجني. فيالق فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. جملة تجني عليك فيالق جملة فعلي في محل نصب حال. وجنود الواو حرف عطف. جنود اسم معطوف مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فكرة البيت فضح خداع المستعمرين. البيت الثامن. أنا في هواك كما يشاء هواك لي. كلف بحبك يا دمشق. ودود شعور حب. كلف نوعه لفظ أيضا. ودود نوعه اللفظ. الشرح أنا محب لك متيم بك يا بلادي، وهواك ساكن روحي وقلبي. الإعراب أنا ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. في حرف جر هواك اسم مجرور وعلامة جر الكسر المقدرة على ألف التعذر، والكاف ضمير اسم محل جر بالإضافة، وجار المجرور متعلقان بحال محذوف. كما الكاف حرف جر ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. يشاء فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جملة يشاء جملة فعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هواكي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على ألف للتعذر، والكاف ضمير متصل محل جر بالإضافي. لي اللام حرف جر، والياء ضمير متصل مبني على سكون محل جر بحرف الجر. كليفون خبر للمبتدأ أنا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. بحبك الباء حرف جر. حبي اسم مجرور علامة جر الكسر الظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل محل جر بالإضافة. يا دمشق يا أداة نداء. دمشق منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب على النداء. ودودو أيضا خبر ثاني. أنا كلف أنا ودودو خبر ثاني مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. يا دمشق جملة اعتراضي لا محل لها من الإعراب. فكرة البيت الثامن حب الشاعر لدمشق. الآن البيت التاسع. أقسط عنك ولو ملكت أعنتي، لم تنبسط بيني وبينك بيدو. شعور ألم وحنين. أقسط عنك أي أبعدت عنك. نوعه تركيب. الشرح اضطررت للابتعاد عنك ولو كنت أملك زمام أمري، لما فصلت بيني وبينك تلك المسافات الطويلة أو البعيدة. الإعراب أقسط فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون صال بتاع الفاعل تحرك، والتاء ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. عنك عن حرف جر. الكاف ضمير متصل محل جر بحرف الجر. ولو الواو حرف عطف. لو حرف شرط غير جازم. ملكت فعل ماضي مبني على السكون سالب الفاعل متحرك، والتاء ضمير محل رفع فاعل. أعنتي مفعول بمنصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبلها أن تكلم من عم ظهور اشتغال محل الحرف مناسب، والياء ضمير محل جر بالإضافي. لم تنبسط. لم حرف جازم. تنبسط فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون ظاهرة على آخره. بيني مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبلها أن تكلم من عم ظهور اشتغال محل الحرف مناسب، والياء ضمير محل جر بالإضافي. وبينك الواو حرف عطف. بينك اسم مفعول فيه ظرف مكان منصوب علامة نصبها الظاهرة على آخره، والكاف ضمير اسمها حجر بالإضافة أيضا. بيدو من تنبسط. بيدو فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. جملة لم تنبسط جملة فعلي جواب شرط غير جازم لا محل من الإعراب. فكرة البيت التاسع. اضطرار الشاعر إلى الهجرة عن دمشق. البيت العاشر. نذروا دمي حنقا علي وفاتهم أن الشقي بما لقيت سعيد. شعور استهزاء بالعدو. فاتهم أن الشقي بما لقيت سعيد. شعور ألم وحزن. الشقي نوعه لفظ. شعور فرح. سعيد نوعه لفظ. نستطيع أن نأخذ كذا شعور من هذا البيت، أكثر من شعور من هذا البيت. الشرح لشدة غيظ المستعمر أهدر دمي، ولم يعلم أنني سعيد بكل ما ألاقيه في سبيل وطني. الإعراب نزلوا فعل ماضي مبني على الضم اتصال بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. دمي مفعول بمنصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبلها المتكلم منع من ظهور اشتغال محل الحرف مناسب، والياء ضمير اسمه حجر بالإضافي. حنقا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. علي على حرف جر، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. وفاتهم الواو حرف عطف. فاتهم فات فعل ماضي مبني على فتحة الظاهرة على آخره،
والهون ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أن حرف مشبه بالفعل الشقي يا اسم أن منصوب وعلامة نصب فتحة الظاهرة على آخره. بما بحرف جر مع اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. وجار المجرور متعلقة بالصفة المشبهة باسم الفاعل اللي هي الشقي. لقيت أنا الشقية بما لقيت فعل ماضي مبني على السكون تاء الفاعل متحرك والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. جملة لقيت جملة فعلية صلة الموصول لا محل من الإعراب. سعيد خبر أن مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فكرة البيت العاشر سعادة الشاعر بغيظ المستعمر منه. شكرا لكم طلاب. بالنسبة لحل الأسئلة أنا رح نزل فيديوهات جديدة مشان ما يكون الفيديو طويل كتير. شكرا لكم وبالتوفيق للجميع.